بتعرف إنه الوصفة عمرها أكثر من 100 عام وكانوا أجدادنا يعملوها. اليوم حلا السمد راح أعمل لكم إياه بطريقة كثير راح تحبوها. كاسة من السكر مع كاسة من المي بحطهم على النار أول غلوة وبطفيهم مباشرة. معلقتين كبار من الزبدة بخليهم يذوبوا على نار عالية. بضيف كوب من السميد الخشن بحطه على نار هادية، بضل أقلب فيه لحتى يوصل معي للون الذهبي. أول ما ياخد اللون الذهبي بنزل عليه المي والسكر مع كاسة من الحليب. أولها راح يعوم معانا، طبعا علوا النار في هاي الخطوة مباشرة. السميد راح يبلش يمتص السوائل لحتى يجمد معاكم كثير منيح. بهاي الطريقة بنطفي النار. طبعا بفرده ببايركس بس حجم وسط. أما للقشطة راح نحتاج 3 كاسات من الحليب، 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق من السميد الخشن. السكر حسب الرغبة، ممكن نحط لحد نص كاسة من السكر على نار عالية لحتى يبلش يعمل معي فقاعات. بهاي الطريقة بطفي النار وبضيف عليه باكيت من القمر ومعلقة صغيرة من الفانيلا، وبحط طبقة القشطة مباشرة على طبقة السميد. تزيين حسب الرغبة، طعمها ولا أروع من هيك، جربوها.